السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هلا والله الشباب. لكم فيديو جديد، وهذا الفيديو راح يكون عن طريقة ترتيب أزرار وإظهار أزرار محاكي بلاي ستيشن 2 على الهاتف اللي هو إيثر اس اكس 2، أعتقد هيك اسمه. صح إيه. أول شي راح ندخل على اللعبة عن ودراويكم. تمام. كما تشوفون هذه هي الأزرار اللي ظهرت لنا، وغالبا راح تظهر لكم يعني هيك نفس هذه الأزرار أو شبيهة إلها. فاللي راح نسويه شنو؟ اتبعوا خطواتي شلون راح نعدل الأزرار وشلون راح نظهرها كلها. أول شي إحنا نريد نظهر جميع الأزرار. أول شي وين راح نروح؟ راح تدخل على هذه العلامة اللي فوق على اليمين، راح تجي على هذه علامة الأزرار اللي على اليسار فوق، تجي على شاشة اللمس. طبعا نشوف هنا عندنا عرض وحدة تحكم شاشة اللمس، هذه اللي هو هذا الخيار. هذا ايش راح يسوي؟ راح يطلع لنا الجير اثنينهن، اللي هو الجير اليمين والجير اليسار. هنا هو محدد على المنفرد. احنا ايش راح نسوي؟ نخليه على المزدوج. راح نخليه على المزدوج. ايش راح يطلع لنا هسه؟ راح نطلع، راح يطلع لنا هذا، طلع لنا الجير الثاني وهذا الأول، وطلعت لنا الاتجاهات فوق. هاي الشغلة حلوة بيها. بعد شغلة ثانية راح تقول بقت شغلة عندنا ال L3 وال R3، الأزرار مالت التحكم اللي تضغط الجير. هذي منين نطلعهن؟ ترجع لنفس المكان اللي هو هذي العلامة وشاشة اللمس. هنا راح تدور على هنا هذي إضافة وإزالة أزرار، راح تدوس عليها، راح تنزل شوية لجوا. عندك هذا L3 button و R3 button، تخلي عليهن علامات صح. بعد ما خلينا علامات صح نطي تم. بعد ما طينا تم راح نطلع، راح نشوف ان ذني العلامات طلعت لنا، هذه جوا على اليسار وهذا جوا على اليمين هنا ال A3 وال R3. هذه الشغلة الثانية تقول اني مثلا هذا المكان ما عاجبني، او هذا المكان ما عاجبني، اريد اغير بالاتجاهات، او اريد اخلي ال L، يعني ذني الشفتات اريد اصعدهن لفوق. شلون؟ راح تفتح الإعدادات وتروح نفس المكان نفس الشغل، بس راح يبقى عندنا اللي هو تحريك. يعني اكو هيجي جملة هاي أزرار التحريك، يعني تحركهن. بما راح تفيدنا هذه هسه مو دسنا عليها. ايش طلع عنا فوق هنا؟ طلع عنا مكان اسمه تعديل القائمة. راح تقدر مثلا هذا ال L2 تضغط عليه صعدنا لي فوق هنا. هذا ال L2 ناخذه مثلا على الجانب شوية هيجي، على مود ما نشتت باللعب. عندك وخر انت هيجي، هذا مثلا نصعدها شوية لهنا، او يعني هيك شي حلو يعني الصراحة. هذا المربع ندني هذا ال R2 ال R3 هذا ال L3 همين نجيبه هنا. هذا المربع، هذا الإكس، هذا المثلث. شفتوا شلون قاعد نحركهن؟ هذه مثلا في بعض ألعاب الشوتر أنت مثلا تحتاجها هنا، مثلا تحتاجها هنا تخليها هنا. فإحنا حاليا ما راح نحتاجها هنا بلعبة الحرب، فراح نصير الترتيب بهذه الطريقة. فتقدر تسوي أي ترتيب يعجبك. طبعا ما أعرف إذا بالله نقدر نكبر أو لا ما نقدر نكبر الأزرار من هنا، بس ممكن اكو بعض الاعدادات اللي تكبر. بس هسه احنا هنا امورنا تمام. هنا عندك، هنا عندنا التحريك، هنا تغيير الحجم. هذا تغيير الحجم حلو. مثلا عندنا مثلا هذا كبر حجمه. شوفوا نقدر نلعب بالاحجام شوية. هذه تفيدك بسالفة الشفتات، لان الشفتات غالبا يعني ما يكون زرهن شوية صعب آه يعني ضغطه. بس هذا كلش حلو هيك عندنا. عندك هنا إعادة تعيين التصميم. هذا شو يسوي؟ رجع لك كل شي إلى ما كان.
عادت هذا مثلًا أنت خرّبت الإعدادات أو صارت عندك مشكلة تضغط على هذا الزر رجّع لك الإعدادات شلون ما كانت بالبداية، فلهنا نقدر نطلع أو نضغط X هنا رجعنا على اللعب الطبيعي. لأ هذا مو اللعب الطبيعي ثواني، هنا نطيه إعادة تصميم. من تكمل التعديلات لازم وين تجي على أخير وحدة إنهاء المحرر، من سوينا إنهاء المحرر رجع اللعب عندك طبيعي هسه. فلهنا لا تنسون اللايك سبسكرايب حركاتكم الحلوة وبعد تعليقاتكم الجميلة. طبعا هذا بعد عدة أسئلة نزلت هذا الفيديو إن شاء الله راح أنزل لكم شروحات الأخ مثل حل مشكلة اللاج والتعليق بهذا المحاكي وشروحات على إله الحرب بالمحاكي لأن بعض الناس ما عرفوا شلون يدخلون الأكواد بالمحاكي. لا تنسونا باللايك انتظرونا على الفيديو الجديد. في أمان الله.